ليه اختاروا البر الغربي للدفن، أو سبب اختيار وادي الملوك تحديدا للدفن؟ وهل فعلا مقولة المصري القديم دفن فلفهم في الغرب وما دفنش في الشرق دي معلومة مغلوطة؟ ايه الصح بتاعها؟ هنبدأ النهاردة بالسلسلة مناطق الدفن والمعيشة في مدينة الأقصر تحديدا، وهناخدها محافظة محافظة. لو بتتابعني أو بتشوفني من على الفيسبوك أو من على اليوتيوب اشترك في القناة وتابع الصفحة وهات كوباية الشاي بتاعتك المتينة. سلسلة مناطق الدفن والمعيشة، وليه اختار البر الغربي، وهل مقولة إن المصري القديم دفن في الغرب بس ما دفنش في الشرق ليه المقبرة اتبنت، أشياء كتير. والسلسلة بدأت يا صديقي من النهاردة، واللي هي أماكن الدفن والمعيشة في محافظة الأقصر تحديدا. فين وفين؟ أماكن علية القوم والملوك والأمراء، مكان سكنهم ومعيشتهم، أماكن الناس العاديين اللي زينا واللي زي حضرتك واللي زي ده واللي زي ده واللي زي ده كان بيعيش فين وكان بيدفن فين. كل ده صديقي هنبدأها من النهارده من السلسلة. وارجع اقول لك ابو الصحاب ان الحفر والتنقيب عن الآثار خلسة هي جريمة يعاقب عليها القانون. النقطة اللي هذكرها لك في الأول دي هي أساسية على أي محافظة تفهم منها فكرة الدفن كان بيعتقد إيه وما كانش بيعتقد إيه، والقصة هتدور على كده. في نقط معينة، في 7-8 نقط كده هنقولهم في الأول، دول ثابتين على مدار المحافظات بكامل على جمهورية مصر العربية. ونروح بقى للجزء الثاني اللي هي المحافظة اللي احنا هنتكلم عنها. رقم 1، أول نقطة عايزك بس تفهم إن المصري القديم عنده حاجة اسمها الفكرة سبقت الأسطورة. اللي هي بقى إيه يا ابن عمي؟ هو حضرتك الراجل شاهد بعينه شروق الشمس من المشرق وغروبها من الغرب وشروقها تاني يوم من الشرق. إذن هو كده الشرق الولادة، الغرب الدفن، والشرق تاني مرة البعث. ده رقم 1، ده الفكرة الأساسية للدفن يا أبو الصحاب أو للمصري القديم. حضرتك دلوقتي الشمس بتشرق من مشرقها وبتاخد دورتها عشان تغرب من المغرب. إذن شروق الشمس ممثل في الإله رع، واللي هو هيبقى ممثل بعد كده في الروح. لما نروح للمقبرة الشمس لما بتغرب بتنزل ورا الجبل. هو اقتناعه او عقيدته او فكره ان كانت الشمس دي بتنزل تحت الارض وبتلف الناحيه الثانيه عشان تطلع منين؟ من مشرقها. اذا هنا اسمها الايه؟ البعث. فكره ان المصري القديم كان بيدفن في الغرب بس، لا دي فكره كاذبه وغير صحيحه. هديك الدليل وهديك مفهوم المصري القديم الاول كده. بس احنا دلوقتي بنتكلم عن وادي الملوك. لو اتجهنا جنوبا كده لحد المعلة هنلاقي المقابر في الشرق. 40 كيلو مثلا هنلاقي آثار الكاب في الشرق. ولو رحنا 300-400 كيلو كده قدام هنلاقي سوهاج اللي هي الحواويش السلموني، ده شرق برضه. ولو نزلنا شوية كده من المنيا هنلاقي مقابر بني حسن شرق برضه. هو كان بيدفن بناء على ايه؟ وكان بيدفن بناء على توبوغرافية المكان، واللي هو يا ابو الصحاب هو كان بيعيش على فرع النيل الواسع، وكان بيدفن في الجهة الضيقة اللي هي اخر حدود النيل توصل لحافة الصحراء. اذا فكرة الدفن غرب وشرق واصله هو ما بيدفنش غير في الشرق وما بيدفنش غير في الغرب، ده فكرة كاذبة. رقم 2، واللي هي الفكرة الاساسية للدفن. ايه هي الفكرة الاساسية للدفن يا ابو الصحاب؟ وادي النيل، شروق الشمس يعني ولادة، الغروب يعني الموت بالنسبة له، إذا منطقة الدفن في الغروب، شروق الشمس مرة أخرى هو البعث. رقم 3، سبب التحنيط. هو إن اعتقاد المصري القديم إن رعد هو الروح، وإن الجسد هو أزير، وإن عند الممات الاتنين دول بينفصلوا عن بعض، بس هيجي يوم والاتنين ده يرجعوا لبعض عشان يروح رحلة العالم الآخر. إذا لازم يحافظ على الجثمان. إيه اللي يحافظ على الجثمان؟ اللي يحافظ على الجثمان هو التحنيط. والتحنيط عندنا أبو الصحاب بدأ في الأسرة الستة. أقدم مومياء عندنا مريم رع 2250 قبل الميلاد، الأسرة الستة أبو الصحاب. دي أول جثة محنطة أو أول مومياء محنطة لدى المصري القديم. بالنسبة صديقي لرقم 4، وظيفة المقبرة. وظيفة المقبرة من الآخر وبدون دخول في تفاصيل هي تسهيل انتقال عملية المتوفى إلى العالم الآخر. ده وظيفتها، مش مخزن بقى يخبي فيه الذهب ولا. رقم 5، وضعية الدفن عموما، سواء وضعية الجنين
أو ما يطلق عليها بوضعية القرفساء. نوع الدفن ده كان ما قبل التاريخ توفير مساحة. رقم 6، ليه تحديدا دفن في وادي الملوك أو اختار وادي الملوك؟ أولا اختيار وادي الملوك هو سبب عقائدي ديني، لأن هناك في وادي الملوك الجبل كله على شكل هرمي. طب جه منين الشكل الهرمي ده بقى؟ أو عرفوا ازاي؟ ما قبل تطور المقابر أبو الصحاب، وزي ما قلت لك ما قبل التاريخ كان بيعمل في حفرة بيضاوية، وكان بيجي يردم بإيديه الاتنين كده على الحفرة، فكان بيعمل شكل الكوم ده، واللي هو كان يقول عليه شاهد القبر أو اللي يسمى شاهد القبر. من هنا اتخذت الفكرة دي، فكرة الشكل الهرمي، وإن كل ده بدأ يتطور لحد ما يوصل للأهرامات. من هنا تم اختيار منطقة وادي الملوك بسبب الشكل الهرمي اللي قدام حضرتك، واللي هو سببه عقائدي وديني. تعال بقى نروح لأهم حاجة، واللي هي مناطق الدفن ومناطق المعيشة في الأقصر. وادي الملوك، ومنطقة وادي الملوك ده صديقي هي منطقة دفن للملوك والأمراء وعية القوم وكبار الموظفين في الدولة. الثلاث أماكن دولت الطود والمداموت وأرمنت، دول المناطق السكنية في محافظة الأقصر لدى المصري القديم. تمام، الأماكن اللي كانوا أو بيعيش فيها علية القوم والملوك والأمراء كانوا بيعيشوا فين؟ من شمال الطود حتى حدود المداموت اللي هي دلوقتي الأقصر والكرنك لحد حدود المداموت. الناس العادية كانت بتعيش في الطود وأرمنت. طيب بقية المناطق، أرمنت جبل أرمنت الدفن فيها، المداموت طيبة والأماكن اللي حواليها، الطود في جبل الطود. مين بقى الناس دي؟ اللي هو من تحت الطبقة المتوسطة لحد الناس اللي كانت بتكح تراب، أو الطبقة المتوسطة وما تحت لحد الطبقة زيرو. عشان كده قلت لك مش كل المقابر في أي جبل هتخش تكسر فيها هتلاقي ايه 20 30 تمثال و100 تمثال ومقبره عامله 100 مليون و100 مليار. انت ممكن تروح تنقب في الاماكن اللي انا بقول لك عليها دي، ما تلاقيش ثمن علبه سجاير، تطلع مديون كمان من المنطقه، تلاقي كان عليهم ديون فانت تدفعها قبل ما تغادر الجبل. ده يا ابن عمي بالنسبه لمنطقه السكن ومنطقه الدفن. وده فكره او سؤال، ايه اقرب مكان تحت هنا في الفيديو لاهل الاقصر الكرام؟ اي مكان يا صديقي هتروح تلقف فيه، او عشان هو في بلد اثريه يبقى هو فيه اثر، وبالذات الناس اللي شغاله في الجبال اللي انا ذكرتها دلوقتي. معظم الدفن اللي عند حضرتك هو دفن اللي حضراتكم بتقولوا عليه فقير. وارجع اقول لك تاني ان كل ده مخالف للقانون ويعاقب عليه القانون. ما تنساش بقى لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وتابع الصفحه وشيره لاصدقائك او لحد تعرفه شغال في الموضوع ده، لعل وعسى كلامنا يطلع له فايده. انا احمد سفاري ودي صفحه زي شرف بتقول. والسلام عليكم.